السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ وحشتوني. وعدنا إليكم من جديد في أنمي كلاب الأدب الضالة، أو كما يقولون عنه بونجو ستري دوغز، الموسم الرابع. وبدون أي تأخير دعونا نبدأ بالحلقة الأولى. بتبدأ الحلقة الأولى بفلاش باك لزعيم الوكالة فوكوزاوا، وإزاي هو عمل أصلا الوكالة دي وبدأها إزاي. ببساطة هو كان في الأول حارس شخصي والقتل بيمشي في دمه، لحد ما تاب وقرر انه يشتغل مع الحكومة لوحده نهائيا. وبدأ أول مهمة ليه بس لوحده، ألا وهي مقتل واحد مهم جدا، والسكرتير بتاع الراجل ده كان بيحاول يعرف مين اللي قتل الراجل ده، وبيحاول يفهم برضه ليه اتقتل. وبدأ السكرتير ده يحكي لفوكوزاوا عن قد ايه الراجل ده مهم وكان طيب وحبه واحتضنه ورباه، وقال كمان قال لفوكوزاوا انهم قبضوا على القاتل، والانح كمان ان القاتل ده هو اللي سلم نفسه. هو في ايه يا صديقي؟ المهمة حل نفسها من اولها ليه كده. طلب منه فوكوزاوا انه يشوف القاتل ده، ووصل بالفعل وبدأ يحلله كمان، لكنه اخد باله ان ازاي قاتل زي ده يسلم نفسه من غير اي دفاع عن نفسه حتى. وإذ فجأة يا صديقي بيظهر رامبو في أول لقاء بيه مع فوكوزاوا، وإذ به طبعا أول ما دخل زي ما احنا متعودين على حل القضية في ثانية إلا ثانية، وعرف كمان مين القاتل كمان، ويفجر قنبلة بين السكرتير هو اللي قاتل الراجل ده مش التاني الممسوك. وبدأ يشرح رامبو بقى ازاي عرف ان السكرتير هو القاتل. طبعا اول ما سمع السكرتير الكلام ده قعد يصرخ وطرد الواد الصغير ده وبتاع، انتوا جايبين لنا هو ولا ايه؟ وهنا اول ما القاتل الممسوك ده في الاوضه الثانيه اول ما عرف انه كان مغرر بيه وانه كان منصوب عليه، هرب من فوكوزاوا وقام قاتل السكرتير وسلم نفسه سريع الواد ده. وخلصوا المهمة دي وراح فوكوزاوا ورامبو ياكلوا في مطعم كده، ويحاول فوكوزاوا يفهم هو رامبو عرف كل الكلام ده ازاي، وعرف كمان قصة رامبو، واداله كارته في الاخر وقال له لو احتجت اي حاجة كلمني يا صديقي. اتحرك رامبو الاول وساب فوكوزاوا قاعد واتصل وقال له انا والله يا ريس انا محتاج شغل علشان انا مش لاقي شغل، ومحتاج سكن كمان علشان انا مطرود من كل الحتت دي، وعايز اشتغل معاك. وبداوا يا صديقي يشتغلوا مع بعض نوعا ما علشان فوكوزاوا ما كانش مقتنع بقوة رامبو، فراحوا مهمة تانية في مسرح كده، وإن في حد بعت رسالة تهديد للممثلين اللي في المسرح ده، فكان عليهم يعرفوا مين الشخص ده. وهم مستنيين العرض بتاع الممثلين يبدأ، إذ بفوكوزاوا بيسأل رامبو وبيمتحنه كده سؤال كده سريع، وسأله أنت لاحظت إيه عني لحد دلوقتي؟ وإذ برامبو يفاجئ فوكوزاوا بكل المعلومات اللي فاجئت فوكوزاوا شخصيا، وإنه عرف قصته كلها، وإنه تابع قتل الناس وبتاع، وإذ به يستشيط غضبا من رامبو فينطحه. لكن يا صديقي بيتأسف له مرة تانية عن التصرف اللي هو عمله ده، واستنوا العرض يبدأ. وبكده يا صديقي الحلقة الأولى تخلص. دوس بقى على المربع اللي ظهر لك ده علشان تروح على الحلقة الجديدة. يلا بينا.